السادات والسادة، طاب مساءكم بكل الخير وأهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من الدنيا. بداية كل عام وأنتم بخير. فقد أعلنت منذ دقائق دار الإفتاء المصرية أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو الأول من شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وأيضا نرحب في البداية بضيفنا الكريم معالي الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق. أهلا بك يا فندم، بكل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم بخير والسادة المشاهدين بخير، وإن شاء الله يعود على مصر بالخير وكل بركة إن شاء الله. بداية يعني بشرنا برمضان. لو جينا بقى نتكلم في الاقتصاد ونقول الاقتصاد المصري بعافية شوية وفيه مشاكل معقدة وكبيرة. فلو سألت معالي الدكتور سلطان أبو علي، من الواضح أنه الاقتصاد في حاجة إلى علاج أو إلى دواء قد يكون مر ولكنه شافي. ما هو الدواء المر؟ ومتى يشعر المصريون ببداية الشفاء إذا كان في خطة اقتصادية منضبطة، يعني بمعايير علمية حقيقية وبعقلية اقتصادية ومالية جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية أقول أني مسرور جدا بقرار السيد الرئيس المشير السيسي بإعادة الموازنة العامة للدولة إلى الحكومة لكي تعيد النظر فيها، لأنه الحقيقة مشروع الموازنة يعني فيه عجز كبير، وهذا العجز الكبير يعني ضار جدا، لأنه هو اللي بيسبب التضخم، وده اللي بيضر بأصحاب الدخول المحدودة، بيسبب تراكم المديونية، ويسبب أيضا مع عبر الزمن أنه الدولة لا تستطيع أن تقوم بالخدمات العامة التي يجب أن تقدمها من ناحية الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية وغير ذلك من المرافق. وبالتالي الموازنة التي قدمت للسيد الرئيس، مشروع الموازنة لسنة 2014-2015، بيقدر النفقات فيها ب 807 مليار جنيه، الإيرادات بحوالي 517. معنى كده أنه العجز المقدر في الموازنة التي أعادها السيد الرئيس إلى الحكومة بحوالي 290 مليار جنيه. المهم عندنا ليس الرقم المطلق للعجز، ولكن هو نسبته من الناتج المحلي الإجمالي. إذا قدرنا الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في سنة 2014-2015 بنحو 2000 مليار جنيه، يعني 2 تريليون جنيه، يبقى معنى كده أن نسبة العجز ده هو حوالي 15-16%، 14%. دي نسبة كبيرة جدا. العجز المفروض أنه يكون في حدود 3%، 5%، ولكن قد يكون الظروف تسمح أن احنا نزيد العجز ده هود لننشط الاقتصاد، ولكن لا نتركه ليزيد كده هود، لأن ده يؤدي إلى عجز الحكومة عن أداء أعمالها. زي إيه يعني؟ لا قدر الله، زي رب الأسرة اللي بيشتري على النوتة، دخله أقل من نفقاته، بيشتري على النوتة، النوتة تكبر تكبر تكبر، يبقى البقال بعد شوية هيقول له لا مفيش، الخضر هيقول له لا مفيش. احنا إن شاء الله يعني مصر لا تصل إلى هذا الوضع، وبالتالي هذه خطوة جيدة جدا أن لابد من إعادة النظر في هذه الموازنة. طيب. والموازنة العامة هي المسألة العاجلة. على المدى الطويل القضية الأساسية هي أن نزيد الإنتاج ونرفع الإنتاجية بحيث تزداد فرص العمل ويزيد التصدير ويزيد متوسط دخل الفرد إلى آخره، ولكن ده على المدى الطويل. على الفترة العاجلة نحتاج إلى أن احنا نواجه هذا العجز اللي في الموازنة العامة للدولة. أيضا لصالح المشاهد الكريم، عندنا عجز في ميزان المدفوعات، وفي فرق بين زي ما سيادتك عارف بين الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات. نعم. ميزان المدفوعات إيرادات ومدفوعات الدولة من العملات الأجنبية، وده عندنا عجز، وده أيضا بيأثر، الاثنين بيأثروا على بعض، وبالتالي لابد ان احنا نعمل على إقلال هذا العجز. نعم. أنا عايز أقول أنه
علشان نقلل هذا العجز لابد ان احنا ننظر الحقيقة لطريقة إدارة الاقتصاد المصري وحياتنا كلنا، حكومة وشعب وإلى آخره. في هذا الصدد بيحضرني قصة قد تكون لطيفة وترتبط بما ذكره الرئيس السيسي على ركوب البسكليتة. في سنة 1986 وزير الكهرباء الأسبق رحمه الله المهندس ماهر أباظة، كان رجلا عظيما، دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء الصيني في زيارة لمصر لعمل، ودعاه على العشاء على مركب، وكنت أحد المدعوين هناك. صعدنا إلى سطح المركب، فالراجل وقف على السطح كده وقعد يتفرج على كوبري قصر النيل وعلى الكورنيش، لقى عربيات زحمة رهيبة جدا لمدة دقيقة، وهو يعني كده منبهر ومذهول ربما. استدار إلينا وبص لنا قال لنا كده إيه: أنتم دلعتم الناس. مالها البسكليتات وايه كميه العربيات دي وانتوا لسه بلد ناميه، كميه عربيات مش معقوله. فنرجو ان كانت الصين لسه ما قفزتش يعني القفزات الكبيره يعني. كنا احسن حالا من الصين في ذلك الوقت. شوف الصين فين النهارده واحنا فين، فلا بد من الجديه حتى ان احنا نحقق هذا الامر. طب معليك يعني السؤال الحيوي دلوقتي، يعني لما الرئيس السيسي يعيد الموازنه العامه للحكومه مره اخرى، الحكومة حكومة تعتبر جديدة، أكثر من نصف أعضائها تقريبا يعني شخصيات أو أسماء جديدة، هل ده يعني بشكل أو بآخر إنه يعني التفكير الاقتصادي في مصر ما زال تفكير يعني تقليدي، يعني لم يخرج يعني خارج الأطر التقليدية اللي ممكن يكون رجال الاقتصاد فكروا بها من سنوات طويلة؟ لا، أنا ما بحبش الحقيقة أزنتلي يعني حكاية تقليدي وغير تقليدي. الموازنة دي يعني السلامة المالية، لابد الدولة والفرد والشركات يكون عندها سلامة المالية. أحد مؤشرات السلامة المالية للدولة هي الموازنة العامة والمديونية. فوجود العجز ده هو وعبر الزمن بيؤدي إلى تراكم المديونية، لأنك أنت العجز بتغطيه بالاستدانة، وبالتالي الدين زي ما احنا عارفين الدين المحلي دلوقتي بقى حوالي 1.7 تريليون جنيه، والدين الأجنبي حوالي نقول مثلا 45-50 مليار دولار مضروبة في 7 يطلعوا حوالي 350 مليار جنيه. يبقى معنى كده ان الدين الخارجي والدين الداخلي حوالي 2.1 تريليون جنيه. ده كتير جدا، وده بيأثر على أحوال الدولة والاستدامة المالية بتاعتها. وبالتالي من الضروري أن الحكومة تعيد النظر في الموازنة العامة للدولة بأنها تخفض العجز الموجود. هل مصر قادرة على أن تخفض هذا العجز؟ هو ده السؤال المهم، يعني إيه الخطوات بقى أو الخطط اللي ممكن نخفض بها العجز؟ هقول لسيادتك هذا الأمر، وأنا عملت التمرين. هي عبارة الموازنة زي ما احنا عارفين لصالح المشاهد الكريم هي عبارة عن الإيرادات العامة للدولة والمصروفات، وبتبين السياسات اللي هتعملها. أي إجراءات يجب نأخذها في هذه المرحلة بعد الثورة يجب أن تنظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن عدم العدالة الاجتماعية التي سادت في ظل النظام السابق هي التي أدت إلى الثورة، وبالتالي لابد أن نحقق العدالة الاجتماعية. وبالمناسبة العدالة الاجتماعية لا تتعارض مع ارتفاع معدل النمو، بل بالعكس قد تكون هذه العدالة الاجتماعية أحد متطلبات الارتفاع بمعدل النمو، ومن ثم هذا أمر ضروري. يبقى علشان نخفض هذا العجز لابد أن احنا نزيد من الإيرادات ونقلل من المصروفات بدون التأثير سلبا على الأحوال الاقتصادية وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل. كيف؟ ننظر للإيرادات. سيادتك في عدة إجراءات. رقم 1 احنا عندنا الضريبة التصاعدية. الضريبة التصاعدية دي بتؤدي إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل. فبنجد في النظام السابق توقف معدل الضريبة عند 20% على أعلى شريحة، ورجال الأعمال طلبوا قالوا احنا في ظل الثورة ونساند مصر مستعدين ندفع ضريبة تصاعدية، شريحة أعلى ل 30 وشريحة أخرى ل 35.
فبنقول انه الحكومة بعد ضغط، الحكومات بعد 2011 بعد ضغط رفعت معدل الضريبة ل 25%. لا، هناك مجال ان احنا نطبق على شريحة اعلى 30%، ثم شريحة اخرى 35%. وعايز اقول لسيادتك ان كان في الستينات والسبعينات وفي دول اخرى كثيرة كان معدل الضريبة بيصل الى 60 و65 و90%. هذه ايام ولت والدنيا اختلفت. أيوة. لا نتوقف عند 35. ايه اللي بيعطل الحكومة انها ترفع يعني السقف الضريبي ده ل 30 وال 35؟ انا عايز اقول لسيادتك احنا نريد، احنا في ظل ثورة ونريد حكومة قوية وليست حكومة هشة، بحيث انها تتخذ الاجراءات التي تقيل المجتمع من عثراته. وزي القصة اللي قلتها لسيادتك، عايزين جدية، مش عايزين بقى ايه نتدلع، لان الوقت بيزنق، ولابد ان احنا نعيد الى مصر هيبتها وقوتها. طب اسمح لي حضرتك فيه بس متصل من السعودية نقطة صغيرة نقطة صغيرة. هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الإيرادات بحوالي 15 مليار جنيه ده واحد سنويا. سنويا. اتفضل. في متصل من السعودية الأستاذ خالد المصري. أهلا بيك أستاذ خالد. خالد حسني، أهلا بيك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. بالصحة يا فندم. إدارة أموال المصريين في البنوك المصرية يا فندم إدارة غير صحيحة، لأن الإدارة لرجال أعمال فقط بياخدوا قروض، وإن الإدارة المفروض إن البنك بيسلف الحكومة عشان تستورد قمح من بره. إحنا مش عايزين الكلام ده يا فندم. أنا عايز الحكومة الصبح تاخد فلوس تعمل شركتين مساهمة مصرية، شركة لممر التنمية وشركة لتنمية سيناء، وتاخد فايدة التريليون ونص اللي موجود في البنوك المصرية 150 مليار، وتاخد 10 مليار معدات في ممر التنمية و10 مليار معدات في تنمية في سيناء يا فندم، وتستصلح أكثر من 10 أو 12 مليون فدان يا فندم، وتعرض في ممر التنمية للعاملين في الخارج قطعة 150 متر مربع. ال 150 متر مربع في 10 مليون قطعة بتعمل 200 مليار جنيه يا فندم. القطعة ب 20,000 جنيه للغني وللفقير، وتاخد 350 مليار جنيه تبني بها مصانع تخدم المشروع، يعني مش هتاخدها شركات ويقوم عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والبنك يا فندم، لأن البنك بيدير أولا بالطريقة رسالتك طيب كلامك واضح أستاذ خالد معانا. اوكي شكرا، كلام حضرتك واضح. لو صبر علينا هنأتي إلى هذا الكلام يعني. طيب. ما هو مش حل. المصدر الآخر الحقيقة لزيادة إيرادات الدولة وفي تصحيح أيضا أحد الاختلالات الموجودة في الاقتصاد. في اختلالات كثيرة جدا، وهي إيجار المساكن القديمة. وده الإيجارات ثبتت من سنة 55 من الخمسينات، بل خفضت، وأصبح في خلل كبير جدا في هذا الأمر وعدم صيانة للثروة القومية العقارية. بتجد النهاردة شخص دخله بقى 10,000 جنيه 20,000 جنيه أكتر ربنا يزيده، وإيجاره لسه 5 جنيه 10 جنيه، في حين إن محدود الدخل عامل بسيط إلى آخره بيسكن فيه شقة لا تزيد مساحتها عن 60 متر، بدفع حد أدنى 700 منطقة عشوائية حد أدنى 350 450 جنيه. يعني هذا خلل ولا يصون الثروة القومية. أنا بقول إن لو في أرامل كانوا بيعيشوا على هذا الدخل ولا زالوا يعيشوا على هذا الدخل وأصبحوا من الفقر المدقع، لأن تحت لا لابد إنه يصحح هذا الأمر من أجل. فأنا بقول إن إحنا عندنا لابد من تصحيحه. وليه صديق أستاذ قانون في جامعة اسكندرية دكتور سمير تناغو، راجل عظيم، بيقول بقى ايه، بدل ما احنا نقعد نشرع قوانين ونقول المساكن قبل 39 وقبل 44 وبعد لا، نقول مشروع وجيز كده هو، نقول الحد الادنى للايجارات المساكن 300 ل 400 جنيه، 300 400 الحكومه تختار زي ما عايزه. اذا قلنا 400 اخليها 300. بقول انا نعمل وضع فيه فايده للجميع. لو قلنا ان عدد الوحدات السكنية الموجودة في مصر 25 مليون وحدة سكنية، اللي ينطبق عليها هذا الامر النص يعني 12.5 مليون، خليهم 10 وبعدين هتزود 300 يعني نصهم يروح للحكومة لمدة 5 سنين يدعم الموازنة لمدة 5 سنين، ونص يروح لأصحاب المساكن.
النص يعني 150 جنيه في الشهر في 12 يبقى 1800، خليهم 2000 عشان نسهل عملية الحساب. يبقى 2000 في 10 مليون، يبقى عندك 20 مليار جنيه إيرادات سنوية لمدة 5 سنوات، ويصحح خلل ويصون ثروة قومية ويحقق العدالة الاجتماعية بين أصحاب الدخول الأعلى وأصحاب الدخول الأقل. جميل. عندك أيضا موضوع مصدر ثالث اللي هو الضريبة على الثروة. أنا الحقيقة من بداية ثورة 25 يناير سنة 2011 الناس عندنا اغتنت كثيرا، وهذا شيء طيب الحمد لله وربنا يزيدهم. لكن الوضع الراهن بقى بختصر وبقول ايه، انه دولة فقيرة اللي هو ممثلة في عجز الموازنة والمديونية، وشعب غني الناس اللي كانت ساكنة في شقق صغيرة كده بقت في منتجعات، وبقى عندها روح السوق، روح السوبر ماركت، شوف الناس بتصرف ازاي الى اخره، عنده ثروة. فبقول لابد ان احنا نقيل الدولة من عثراتها، تفرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة لمدة 10 سنين في الفترة 10 سنين القادمة. هذه الضريبة بقترح انها تكون 10% لمن تزيد ثروته على 10 مليون جنيه او اي رقم يختاره المجتمع. في تقديري ان هذه الضريبة تغل ايراد يتراوح ما بين 35 و50 مليار جنيه. بلاش ندخله الموازنة ده هو ده علشان نخفض بيه المديونية، ممكن نخفض بيه المديونية. المصدر التالي تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة. في رسوم وضرائب مستحقة كثيرة لا تحصل، وفي تهرب ضريبي. لازم ان احنا نرفع من كفاءة مصلحة الجهاز الضريبي، ونحسن جذور الثقة بين مصلحة الضرائب والعاملين بحيث والمواطنين، بحيث تسدد هذه وتحصل الضرائب بتاعتها. دي ممكن تغل 15 إلى 20 مليار جنيه. ايضا في مقترحات جديدة. احنا النهاردة شعب يقدر حوالي السكان الموجودين في الداخل 90 مليون تقريبا، اقل من 90 مليون. لكن تستغرب سيادتك ان عدد التليفون المحمول 90 مليون خط. طيب احنا نساعد كويس، ربنا واحد شايل خطين وثلاثة والى اخره. نقول كل خط هنحصل منه لدعم موازنة الدولة 10 جنيه شهريا. 10 جنيه شهريا في، وده اقتراح احد اصدقائي، في 90 مليون 10 في 12 ب 120 في 90 مليون يدر ايراد حوالي 10.8 مليار جنيه. الرابع عندك رفع كفاءة القطاع العام. احنا عندنا وحدات القطاع العام كثير منها بيخسر، في مصانع مغلقة، وده طبعا الى اخره. لا، لابد ان احنا نشتغل جد، نرفع الكفاءة بحيث ان الفائض اللي بيحققه القطاع العام يكبر، وبالتالي ده يحول للموازنة، ده يجيب لنا ايضا ايرادات. طيب حضرتك ملحوظ انه لم تقترب من قضية الدعم حتى الآن. لا جاي الدعم ده سيادتك نفقات، احنا بنتكلم على ايرادات ايرادات جديدة، وهنأتي للنفقات. في عند سيادتك ايضا اللي بيضيع على الدولة الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة ده موضوع خطير، موضوع خطير جدا. وهو ايه يعني، نقول يعني حاجة كان غرضها نبيل لكن أسيء استخدامها. بمعنى ايه؟ يعني بوابه بردك للفساد يعني. لا يجوز. سيادتك يعني مثلا زي ايه، جامعه بتفتح قسم للدراسات بلغات اجنبيه، بتحصل بدل الرسوم 350 بتحصل 5000 6000 7000 وتحطها على جنب. لا، هذا ضد اي قواعد ماليه. لابد ان الدوله، ميزانيه الدوله يبقى فيها وحده يدخل، والموازنه تنفق من هذه الإيرادات على الأوجه الضرورية. يعني تحسن المدرجات، تحسن التسهيلات إلى آخره. ما تقولش لا ما فيش شراء أجهزة، طب إذا الطالب دفع رسوم عالية يبقى نوفر له مناخ أحسن إلى آخره يعني. بس الصناديق الخاصة دي عددها سيادتك بيتراوح على حسب، محدش عارف. يعني بيقولوا من 6 ل 8000 صندوق، يعني ما نعرفش، وممكن في ناس بتقول أكتر. أنا الرقم اللي عندي سيادتك 4000 إلى 6000 صندوق. والرصيد اللي موجود فيها يتراوح من 35 إلى 50 مليار جنيه. هي الدولة ابتدت من سنة واثنين إنها تحصل حوالي 10 أو 25% من هذه الصناديق. لا، لابد إن احنا
نصحح الاوضاع، ما يبقاش في خلل، وان احنا خلال 2 3 تلغى هذه الصناديق الخاصه، بحيث ايضا ما يبقاش فيه مستجد. ده يجيب لسيادتك ايرادات جميله جدا، يعني على الأقل يعني اقتصاد خارج الموازنه العامه للدوله يعني. لا يدخل، مش موجوده جوه يدخل، ما ينفعش كده. هذه الجوانب المختلفه، تحصيل الرسوم المستحقه على خدمات بتقدمها بسعرها الحقيقي، مثلا مترو الانفاق على سبيل المثال. مترو الانفاق الحقيقه الدوله عملت خط جديد، الخط الرابع ده هو اللي بيروح من العتبه للاهرام، وانا بركبه شخصيا، مكيف وحاجه عظيمه جدا، لكن بجنيه. طب ما عندنا اتوبيسات ب2 جنيه، طب ما نرفع مع وتدريجيا يبقى ب2 جنيه وهو معقول، وخدمه مع تحسين الخدمه يبقى المواطن يساهم، وهيساهم بترحاب لانه بيحصل على خدمه جيده. إذا كان بيستعمل خطوط المترو يوميا حوالي نقول 3.5-4 مليون مواطن، نقول منهم نص مليون مشترك يعني بالاشتراكات، هنسيب الاشتراكات ثابته، يوم يجيب يوميا 3.5 مليون جنيه، يعني 90 مليون تقريبا في الشهر يعني. لا يعني أيوة 3 مليون في 90 مليون في الشهر، اضربهم شوف بقى في 12 مثلا يطلع لك 10 مليار مثلا، 800 كل دي ايرادات يعني. ويعني بدون اعباء اضافيه كثيره او يعني مشاركه مع المواطن. فدي الجانب الايرادات. طيب استاذ حضرتك قبل ما ندخل على يعني الجانب الاخر، في تقرير معانا قصير جدا عن رأي يعني شريحة من المواطنين في يعني نقدر نقول أساليب الدعم التي يمكن أن يقوم بها أو يتحملها المواطن تجاه بعض القطاعات الحكومية. هنشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا. بالنسبة للوزارات الحالية المفروض ان احنا نبدأ اول حاجة بالاقتصاد. الاقتصاد هي عماد البلد. عماد البلد اذا بدأ الاقتصاد كويس كل حاجة تمشي كويسة، انما غير الاقتصاد ما ينفعش حاجة. المفروض ان وزارة التخطيط هي اول حاجة بنبدأ بيها، لان هي اللي بتحط الخطط، سواء خطط بعيدة الامد او قريبة الامد، هي اللي بتحط الخطة وبناء عليها بتحط موازنة للخطة ديت او ميزانية للخطة ديت، والخطط بتتحط بطريقة علمية تبعا احتياجات الأولية. لازم نشتغل عشان ننتج، وهي الصناعة هي العمل الأساسي. طبعا هي وزارة التربية والتعليم هي أهم الوزارات اللي بتبقى عايزة جهد على الشعب، اللي هو الحاجة اللي هو بيركز فيها في تعليم الطفل أو تعليم الشاب، هي اللي بتبدأ معاه تنمويا لحد ما بيكبر. وزارة الكهرباء في أحمال كتير على الوزارة دلوقتي حاليا، وعلى الحمل بيزيد في الفترة الصيف، مفيش وفي سرقات كتير. نبدأ بالنظر للدعم اللي بياخد مليارات الجنيهات، والدعم أصلا بيتصرف على القائمين عليه، يعني سواء في وزارة المالية أو في وزارة التموين أو في وزارة التخطيط. والله الوزارة اللي احنا عاوزينها حاليا في الوقت دوت، إن في ناس كتير قوي متبهدلة في العلاج بتاعها في المستشفيات، في ناس ملهاش قرارات، وفي ناس بتخش المستشفيات مش لاقية تصرف العلاجات، وبعد العلاجات مختفية جدا من السوق، والسوق السوداء محتكر بعض الأدوية، لأن في أدوية مش موجودة في الصيدلات خالص ومتهربة، وفي تهريب جدا في الأدوية، فيا ريت يكون في تفتيش والاعتناء بوزارة الصحة. بالنسبة لوزارة الصحة هي دي أساسا، بأن هي ديت بتعتبر الأساس بتاع البني آدم. البني آدم من غير صحة مش هيعرف يتحرك ولا هيعرف يعمل أي حاجة. أول وزارة الداخلية، لأن الناس محتاجة الأمن والأمان يرجع تاني للبلد، الناس محتاجة إن هي تحس بالأمن والأمان يرجع تاني للبلد، عشان تقدر الناس إن هي تبقى رايحة شغلها وهي مطمنة. الوزارة الوحيدة طبعا المفروض يتبدأ بيها في الوقت الحالي هي وزارة الزراعة، لأن في مصر دلوقتي حاجات كتير إحنا بنستوردها من بره، في أكتر من مهندس زراعي مش شغالين في البلد. ممكن لو توسعنا في الأراضي اللي موجودة في مصر هنا المفروض تستصلح كم مهندس زراعي هيطلع، كل واحد يستلم قطعة أرض موجودة يقدر يستصلحها، معاه كذا واحد يطلع يشتغل معاه، بكده بيبقى حلنا مشكلة الزراعة اللي موجودة في البلد، وفي نفس الوقت حلنا برضه مشكلة البطالة اللي موجودة لشباب كتير مش قادرة تشتغل وتحقق اللي هي عايزاه في مصر وفي البلد واللي هي موجودة فيه. اهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا مع الاستاذ الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد والتجاره الخارجيه الاسبق. معالي الدكتور، حضرتك قبل التقرير ده كنت بتتكلم على اكثر من وسيله لتعظيم ايرادات الدوله،
وهي وسائل يعني محدده جدا جدا. هننتقل الى يعني الجزء الاخر من الحوار، وهو الخاص يمكن بقضيه الدعم والقضيه الازليه. النفقات هي الموازنه منها بما فيها الدعم. سيادتك يعني زي ما اتفضلت في البدايه انه احنا بنعالج الاقتصاد وهو بعافيه شويه، والدواء بناخده ولو كان مر. هذه الاجراءات مره شويه، هتحط شويه اعباء على المواطنين، ولكن ممكنه، يعني مش ممكنه، مش مستحيل. لا ليست مستحيل. جانب النفقات بقى اللي هو الشق الاخر من الموازنه، الدعم هو طبعا احنا النفقات 807 تقريبا مليار جنيه. عادة بنختصرها كده هو عشان يبقى في قواعد على اطراف الصوابع. بنقول ان التلت بيروح اجور، والتلت الثاني بيروح دعم، والتلت الثالث بيروح لسداد فوائد واقساط الديون، والربع ربع وربع وربع، والربع الاخير للخدمات يعني القطاعات الاخرى. نيجي بقى للربع بتاع الدعم. الربع الدعم حوالي 150 160 مليار جنيه. 150 160 مليار جنيه. منهم 20 30 اللي هو الدعم السكر والزيت والى اخره، ده خليه على جنب شويه. يعني السنه الجايه السنه اللي بعدها يبقى اجراءات طاقه قرب 100 مليار تقريبا، انما نوصل للدعم اللي هو حوالي 120 130 اللي هو دعم، وبالذات المازوت والى اخره. ده انا بقول سيادتك هذا لا يجوز ان هو يكون. لازم نعمل برنامج ان احنا نلغيه على وبرضه بسياسه التدرج، عشان ما لا يعني نوقع بالاقتصاد عقاب شديد على مده 3 سنين، نخرج منه ب3 سنين. فده يبقى نلغي تلته او ربعه حاليا، ده 30 ل 40 مليار جنيه وفر. وكمان علشان ما يحصلش ارتفاع كبير في الاسعار نتيجه لهذا الامر، لان الناس بتخوف تقول لو لغيت الدعم هيرتفع ممكن اسعار كتير ترتفع. قد ترتفع بعض الاسعار، ولكن انا عايز اقول لابد ان الدوله يكون لها دور. ده اللي بنسال عنه، الدوله تقدر تعمل ايه بقى؟ ازاي هذا الدعم للمازوت وغيره بيذهب ليه اللي احنا بنقول عليها الصناعات كثيفة في استخدام الطاقة، اللي هي زي الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وإلى آخره. هنقول مثلا لو كان تكلفة الدعم تكلفة الوقود الطاقة دلوقتي بحوالي 10، هنشيل ربع، هيطلع عليه 14 مثلا هيبقى عليه 14. انا هجيب شركات الاسمنت وشركات الاسمده وبتاع الحكومه القويه لازم انها تعمل كده اهو. تعالي هاتي تكاليفك، مثلا خد الاسمنت، عندك الكلينكر اللي هو الرمله اللي بتتعمل التراب ده هو اللي بتتعمل منه، عندك اجور، عندك كذا عندك كذا، الطاقه بدل 10 هتبقى 14، تكاليفك قد كده، معدل هسمح لك بمعدل ربح 25%، يبقى الطن يبقى بكذا. سيادتك هتستغرب ان في الحاله ده الطن هيطلع لا يزيد عن 500 جنيه لطن الاسمنت اللي هو بيتباع دلوقتي ب 708 700 و800 جنيه. لا، يسعر، ويسعر بال 500 يعود بالنفع على المواطنين وايضا على الشركات المنتجه، لانها هتعمل على رفع الانتاجيه بتاعتها وعدم الهدر، ويبقى في عداله اجتماعيه. فليس بالضروره ان رفع الدعم عن الوقود انه سيؤدي الى ارتفاع، ممكن يؤدي بالعكس الى خفض بعض الاسعار، يعني. بعض الاسعار. وهذا الامر بعض الناس يقولوا ده ضد نظام السوق. لا ابدا، ليس نظام السوق. احنا في ظروف خاصه، وده نظام السوق اللي احنا يجب ان نتبعه، نظام السوق الاجتماعي. يعني نعمل السوق ولكن حقوق المجتمع يجب ان نحافظ عليها. لما نراجع هذا الامر وحكومه قويه وليست حكومه هشه، يبقى الاسعار لن ترتفع بالدرجه الكبيره دي هيوفر لنا 30 ل 40 مليار جنيه من النفقات. البند الثاني في بند برضه باتجاه العداله الاجتماعيه، الحكومات عبر السنين الماضيه في خلال الثوره قالت تطبيق الحد الاقصى للدخول، هي طبقت الحد الادنى للدخول، لكن لم تطبق الحد الاقصى. استاذ حضرتك عندنا اذان العشاء حان موعده الآن، وبعده نواصل حوارنا مع الأستاذ دكتور سلطان أبو علي.
اهلا بكم من جديد. نواصل كلامنا وحوارنا مع الاستاذ الدكتور سلطان ابو علي. حضرتك كنت بتتكلم على ما يتعلق بالموقف من الدعم بالذات الطاقه والصناعات الكثيفه في استخدام الطاقه. ايوه، فهيوفر لنا حوالي 30 ل 40 مليار، اللي هو لما نعمل برنامج على 3 سنين ان احنا نخرج من دعم الطاقه ده للصناعات، يبقى سنويا هيجيب 30 ل 40 مليار دولار جنيه وفر في النفقات العامه. ده بند الاول. البند الثاني اللي هو المبدا اللي طالبنا به كثيرا، وهو الحد الاقصى للدخول. والحقيقه الحد الاقصى في ظل ظروف بلدنا يعني غير اللي ذكر هذه الايام. والرئيس السيسي يعني ادى قدوه انه تبرع بنصف دخله. احنا مش عايزين مساله التبرع، لا ندير الدوله بالتبرع، يجب ان ندير الدوله بالقانون والاصول وما ينبغي. وبعدين التبرع بنفتح له مجال سناتي له بعد قليل. فانا بقول ان بنتكلم على الحد الاقصى للدخول بالنسبه للحكومه والقطاع العام، والقطاع الخاص بينتظم مع اللي موجود لان الظروف العامه هتفرض هذا الامر. بقول الحد الأقصى للدخول في الحكومة يجب ألا يزيد عن 20,000 جنيه شهريا، وده وضع كويس جدا. يعني أنا وزير سابق ولكن أستاذ جامعة وكده، هو بقالي 50 سنة بدرس وإلى آخره. مرتبي اللي باخده من الجامعة حوالي أقول برضه 13,000 جنيه مثلا. لا ما حصلش يعني. فلما يبقى لأقصى واحد في الحكومة 20,000 جنيه، ده دخل جيد جدا في الشهر. وبالنسبة لشركات القطاع العام يبقى في حدود 30,000 جنيه شهريا. وللجهاز المصرفي والشركات المالية وإلى آخره يبقى 50,000 جنيه. احنا بنسمع ان بياخدوا مليون ونص مليون، ما نعرفش الحقيقة ايه. لكن 50,000 جنيه هذا قدر يعني بنديله فرصة للتمايز. اللي يقول هتفقد كفاءات، لا، مصر عامرة بالكفاءات. اللي مش عايز يشتغل ومش عايز يساهم مع الثورة ومع تحسين الوطن وخدمة الوطن وإقالته من عثرته، مع السلامة. وبعدين لما يتحسن الأوضاع في ظرف 3 سنين 5 سنين نزيد الأجور والدخول إلى آخره. إذا طبقنا هذا الأمر، وعايز أقول لسيادتك أكبر واحدة في الجهاز المصرفي العالمي مدام لاجارد، اللي هي مدير عام بتاع صندوق النقد الدولي. سيادتك مخصصاتها مرتبها والمخصصات وإلى آخره في الشهر لا يصل إلى 50,000 دولار. 50,000 دولار بالقوة الشرائية يعني 50,000 جنيه. فاحنا بنسمح لهم لحد زي مدام لاجارد. عندنا موظفين في البنوك وتنضبط الأجور كده. إذا طبق هذا الأمر سيادتك يوفر من بند الأجور حوالي 15 مليار. طب أسألك يا دكتور صراحة يعني، نعم، هل الحكومة يعني تخشى يعني شيئا ما من يعني تطبيق هذه السياسات، سواء في مثلا يعني فيما يتعلق بالمستثمرين ورجال الأعمال، فيما يتعلق مثلا بالسياسات الخاصة بالدعم؟ يعني هل في حسابات نقدر نقول اجتماعية وسياسية بتخلي الحكومة يعني لا تتقدم التقدم المطلوب تجاه هذه الملفات وبهذا الشكل؟ في ظل النظام السابق كان في أمرين. أولا سيطرة رجال الأعمال على الحكم. هذا تقصد ما قبل 2011؟ قبل 2011 سيطرة رجال الأعمال على الحكم من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها كانت تخشى الشعب وملهاش وشعر ملهاش مصداقية أن الشعب هيصدقها في الإجراءات دي. ويبدو أن احنا إلى الآن يبدو أن ماشيين على هذا الأمر. مجموعات الضغط الموجودة إلى آخره تزيد، لا ما يصحش، سواء كان في الحكومة أو في غيره. لا، دلوقتي احنا في ثورة ونريد أن نقيل الدولة من عثرتها. يجب أن نعطي الأولوية للفئات التي تخدم المجتمع وتعمل على زيادته، ولا نخشى. الناس في مصر الناس بتشعر زي ما كنا بنتكلم سيادتك بتعرف مصداقية. لو كان في مصداقية وفي قدوة وإلى آخره بيشارك، والشعب المصري حمول. فيبقى هنا هو أيوة أنا معاك طالما أن أنت مطبق عليك أتحمل وإلى آخره. حضرتك في الفصل يعني ضربت مثل بريطانيا، قلت التضخم فيها كان وصل إلى حد كبير جدا. فبريطانيا اللي هو النظم الرأسمالية، بريطانيا وأوروبا في أواسط السبعينات كان ارتفع معدل التضخم ل 33% وأكثر.
فعملوا ايه؟ جمدوا الاجور والاسعار، ما فيش زياده مرتبات، ما فيش زياده اسعار لمده 6 شهور علشان الامور تهدى ويبقى نعود الى الوضع الجيد والى اخره. نحن نحتاج الى هذا الامر. لما يكون الحكومه قدوه الناس هتصدق وتتبع في هذا الامر. يبقى هذا يوفر لنا حوالي 15 مليار جنيه من بند الاجور. وبعدين عندك البند الثالث والاخير في هذا الامر، هو انه احنا قلنا بالنسبه للصناديق الخاصه الارصده اللي موجوده فيها بناخدها تدريجيا، وبالنسبه لما ياتي باعتبارا من هذه الموازنه يجب ان تلغى ويدخل في وحده الميزانيه ويبقى في الانفاق عليها. ده يجيب لك حوالي كمان 15 مليار جنيه. يعني حضرتك بتشوف انه لما الموازنه تعاد مره اخرى للرئيس السيسي خلال ايام، الحكومه تعاد للحكومه، يجب انها تعيد يعني النظر، تقدمها مره اخرى تعرضها على الرئيس. حضرتك بتشوف انه الرقم الامثل او اللي المفروض ندور حواليه اللي قلت لسيادتك لما نخفض بقى يعني ما أنا العجز الكبير ده اللي قلنا عليه ده هو وانا مش عايز اكون زي بائعه اللبن. انا بعد ما عملت وبصيت كده لقيت الله، وانا بائعه لبن كده اللي عمال وفرت هبيع بقر لا بالعكس، دي حاجات واقعيه جدا في ظل الظروف الموجوده. ده صحيح، بس بشرط حكومه قويه والى اخره وتعطي القدوه للناس وتبدا بها نفسها. يعمل بيانات والرئيس ابتدى الارقام دي يا دكتور. العجز تقريبا احاول يبقى كام؟ يبقى معنى كده هو انك انت جبت ايرادات اضافيه وتوفير عجز، يبقى عندك يخفض العجز اللي هو 290 يخفضه بمقدار 130 مليار جنيه، يصبح حوالي 160 مليار جنيه. ده يعتبر بدل من 290 يبقى نسبته من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 8%. يبقى بننزل من العجز الموجود 14% الى 6%، وان شاء الله السنه الجايه ننزل ل 5% ويبقى اوضاعنا الماليه تبقى كويسه. عايز اقول لسيادتك هذا الامر ايه؟ حاله الاقتصاد. حاله الاقتصاد الحالي بنقول ان هي عباره عن ركود زائد تضخم، وضع اللي هو اتحاد الضدين. عاده الاقتصاديين بيفكروا ان لما يبقى في ركود ما يبقاش في تضخم، ولكن الأوضاع الحياة بقت معقدة والدنيا بقت معقدة وإلى آخره، فبيبقى بيتواجد الاثنين مع بعض فيما يسمى بالركود التضخمي. حالة الاقتصاد الآن ركود تضخمي، لا نريد أن نعمق الركود. الركود يعني إيه؟ يعني الإنتاج ما بيزيدش، في بطالة إلى آخره، ولما يكون معاها يزيد الطين بلة الأسعار بترتفع، يبقى ده عبء كبير على الناس. طب يا دكتور احنا قدامنا دقيقة أسأل حضرتك سؤال دقيقة. لا أنا عايز أقول لسيادتك بس ترديني بس قبل السؤال بس لو سمحت لي. الإجراءات السابقة دهيت تؤدي إلى تقييد الاقتصاد، تؤدي إلى انكماش. مش عايزين انكماش، يبقى لابد من إجراءات أخرى لتنشيط الاقتصاد. هذا التنشيط يأتي إلى اللي قالوا علينا أخونا خالد، الجهاز المصرفي نمرة 1. الجهاز المصرفي لابد إن هو يعمل على إنشاء مشروعات جديدة، إقالة المشروعات المتوقفة من عثراتها، يمدها بالتمويل يزود الطاقات الإنتاجية الموجودة. لا يمكن إقالة الاقتصاد بالتطوع والتبرع. التبرع اللي دعا إليه الرئيس ده شيء جيد، ولكن يبقى مصدر من المصادر اللي تعمل مشروعات تزود وتساهم. المجتمع يساهم بزيادة التوظف وإلى آخره. إنما في عند سيادتك الإجراءات النقدية بقى، الجهاز المصرفي يجب إن هو يتدخل بإنشاء مشروعات وتنشيط الاقتصاد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. آخر حاجة إذا سمحت لازم احنا قدامنا 30 ثانية بالظبط. تحسن مناخ الاستثمار. لازم تقلل من البيروقراطية، تعمل ظروف أفضل، إصلاح تشريعي وقضائي، تحارب الفساد بحيث انها تخلق بناء جيد للاعمال يعمل على زياده الانتاج والانتاجيه. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد والتجاره الخارجيه الاسبق. كلام حضرتك مهم جدا جدا جدا، كنت اتمنى يكون في وقت نتكلم اكتر لانه كلام عملي ويعني منضبط، ونتمنى ان يكون حد بيسمعنا، لانه المفروض الحكومه تستفيد من كل العقول المستنيره والخبرات الكبيره في مصر. شكرا لكم مره ثانيه، كل سنه وانتم طيبين، ونلتقيكم دائما على خير.